عماد، المنتخب الوطني الجزائري يعني حسب القرعة الموجهة إذا ما تأهل إلى المربع سوف يتقابل مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يتفوق على المنتخب الجزائري ب 24 ساعة راحة، لذلك أول شيء يفكر فيه مجيد بوقرة عليه أن ينهي المباراة في 90 دقيقة ولا يذهب إلى الوقت الإضافي، لأنه سوف يجهد لاعبيه أكثر مقارنة بالمنافس القادم الذي يكون في جعبته 24 ساعة راحة أكثر من الجزائر. والشيء هام شيء هام جدا في الدوران. انا اللي خوفني الخطاب هذايا، علاش باش نقول لك بور لا سامبل ريزون انه تو عندك الامارات، مباراة المغرب ما يلزمش تفكر فيها، وانا هذا اللي خايف منه قبل الماتش، لانه ملي وفى البريمي تور الناس الكل تحكي على مباراة الجزائر والمغرب. المباراة الجزائر والمغرب ما تنجم تقام الا ما الجزائر تفوز. لم تكن ناجحة. كل هذه الاحصائيات للاسف الشديد لن نستفيد منهما بنسبة كبيرة، لكي لا نستبق الأحداث، لكن بنسبة كبيرة في كأس أفريقيا لن نستفيد من هذا الثنائي بسبب لأنه اسمهما كان خارج عندك القائمة أنت يا عماد؟ لا، ما عنديش القائمة. ما عنديش القائمة، ولكن لا فاهم القائمة الموسعة 50 لاعب مش موجودين حتى في القائمة الموسعة لم تحمل اسمي هذين اللاعبين. هو بيتكوفيتش من حظه عنده لوكس الساعة باش يختار في مجموعة نتاع لاعبين معناها تتجاوز ال 50 اسم، هي ديجا ان لوكس. تعرف احيانا اصعب انه ما يكونش ما عندك ملاعبيه، يكون عندك ملاعبيه، لانه الخيار وقتها باش يولي صعيب وباش يولي زاده ممكن فيه ظلم في حق ملاعبيه على حساب ملاعبيه اخرين. بالنسبه للارقام، لو اني مش برشا من هواة هذه الارقام، باش نقول لك بور لا سامبل ريزون، ينجم مثلا لاعبي في وسط الميدان يلعب ماتش كامل بيفو، يلعب بالعرض 100% نسبة تمريرات ناجحة، ما يعطيك حتى كورة في الانترفال ولا في العمق ولا، لكن فيكتور معناها على اللاعب الفريق ماهوش مؤثر. نجم يجيب لك برشا ملاعبية عملوا كارير وعملوا اسامي، وهو بالارقام الاحصائيات هذه نجم نقول لك في تونس عندنا اسامي من غير ما نسمي باش ما يعملش مشاكل، عملوا كارير كبيرة برشا. الارقام لكن فيكتور لك حال صديقك ناصر بوش قال لك شبهته ببوسكيتس. لا اما ملاعبي لا ما غير الارقام، ما غير الارقام، بعيدا عن الارقام. فما ملاعبيه كي تشوفهم على ارضيه الميدان تعرف اللي هذا ملاعبي عنده مستقبل كبير وقادر. انا في تصوري معناه في تقديري الخاص انه ساعه الملاعبيه هذوما ما يلزمش يتاثروا، معناها لانه مازالت المواعيد جايه لكره القدم الجزائريه، والمنتخب الجزائري اكيد باش يحتاج للملاعبيه هذوما، لانه فما ناس باش تمشي وناس باش تجي اكيد، وتلك سنه الحياه. لكن كما قلت لك معناها باش تضغط زاد على المدرب بيتكوفيتش، في النهايه هو باش يعمل خيار، هو باش يكون مسؤول عليه. انت كاعلام وكاتحاديه وكمتابع للشان الرياضي والكروي في الجزائر ما تنجم تحاسبه كان بعد نهايه المغامره الافريقيه. الكان هذه كان لابد انه الكره الجزائريه تستعيد فيها هيبتها. اولا كان مهمه جدا للكره الجزائريه جدا جدا، خاصه ساعه انها باش تلعب ساعه في المغرب في ملاعب مميزه وجيده، معناها ما عندناش مشكله، خاطر احنا توانسه والجزائريين ديما نتشكاو من ادغال افريقيا بين ظفرين، معناها في الكوت ديفوار الكاميرون على الاقل تحكيم يا بديع. التحكيم موضوع ثاني، اذا ما تلعبش مع البلد المنظم ممكن تسلك امورك. من بعد ما نحبش نسبق الاحداث، هي تو التخمينات والقراءات كلها ماشيه في اتجاه انه المغرب في طريق مفتوح في تحقيق الكان، لكن سجلها عليا من تو. انا نتوقع مفاجاه في الكان هذه، على عكس الكل مانيش ماشي في ترشيح المنتخب المغربي مع كل ما يقال حول الكواليس، بالرغم انه المغرب كمنتخب يستحق التتويج بالكان اذا ادى بشكل جيد. ماذا عن المنتخب التونسي؟ انا متفائل تونس، لانه المجموعه اللي شفتوها في كاس العرب باش تكون مختلفه جدا. اكيد كاس افريقيا مع حضور يعني سخيري العاشوري امبارح سجل في الشامبيونز ليج، منصر الطالبي، حنبع المجبري، وحنا ربما اقل في الفتره الماضيه لانه مش يلعب بانتظام مع الفريق، وما نحكي على الملاعبيه اللي قاعدين يلعبوا لكنه بالطبيعه باش يكون ورقه مهمه في المنتخب التونسي. هذاك علاش قلت لك سجل عليه من توا انه كان حساباته مختلفه، والفريق اللي انت تتوقع ربما باش يتوج باللقب قبل ما تلعب بالتورنوا هذا، نقول لك من توا راهو سابق لاوانه، بالرغم من كل ما قيل ويقال حول هذا الموضوع، لانه صعب جدا ان يشوف في 2025 يصير ما صار مثلا في 96 ولا ما صار في 98 وغيره. التقنيات تطورت يا بديع، لكن لا معاك، اما انا مانيش من هواة نظريه المؤامره والواحد معناها لا. ناصر بويش نطرح عليك هذا السؤال. لا اريد اعطيني ثواني، يعني ثواني
انت تكلمت على ارقام عباده ولكحل، احصائيات عباده ولكحل. بهذا المنطق تكلمنا على الإخفاق، لكن في مباراة الإمارات أنا أرى بأنه مثل ما قال ناصر هي بدون حسابات، عليك بالفوز والإطباق على المنتخب الإماراتي أو سوف تحزم أمتعتك وتعود إلى الجزائر. أقول هذا الكلام لماذا؟ أولا شوف حسابيا عماد، المنتخب الوطني الجزائري يعني حسب القرعة الموجهة إذا ما تأهل إلى المربع سوف يتقابل مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يتفوق على المنتخب الجزائري ب 24 ساعة راحة، لذلك أول شيء يفكر فيه مجيد بوقرة عليه أن ينهي المباراة في 90 دقيقة ولا يذهب إلى الوقت الإضافي، لأنه سوف يجهد لاعبيه أكثر مقارنة بالمنافس القادم الذي يكون في جعبته 24 ساعة راحة أكثر من الجزائر. والشيء هام يعني. شيء هام جدا في الدورة. انا اللي يخوفني الخطاب هذايا، علاش باش نقول لك بور لا سامبل ريزون انه تو عندك الامارات، مباراة المغرب ما يلزمش تفكر فيها، وانا هذا اللي خايف منه قبل الماتش، لانه ملي وفى البريمي تور الناس كل تحكي على مباراة الجزائر والمغرب. المباراة الجزائر والمغرب ما تنجم تقام الا ما الجزائر تفوز على الامارات. تفوز على الامارات إيه؟ معناها نتصور حتى النقطة هذه مجيد بوقرة راهو حكى فيها مع ملاعبيته وراهو حضرهم نفسانيا، لانه حتى اللاعبين في مخاخهم يقول لك انا باش نلعب انجرو مورسو في نصف النهائي، مخي في نصف النهائي لانه انا فافوري قدام الامارات، لكن على الملاعبيه تو والجهاز الفني يقعد مركز على الماتش هذا. فماش المغرب اليوم، فما الامارات غدوه كي صفر الحكم نفكروا في ماتش المغرب. اليوم لا هو بوقرة عودنا بديع. لا انا علاش هنا نخاف اثناء المباريات يخمم في المباراه المقبله امام العراق احيانا في 20 دقيقه الاخيره لا هذيك في الدور الاول 5 لاعبين تحضيرا لمباراه. ما ينجمش يعملها في الكاردو فينال. لا بديع لما نتكلموا على العمل الذهني يعني والتركيز، هذا هو عمل ذهني، انك عندك لقاء تخمم اكثر في هذا اللقاء. فاهمك تمد كل اما مباراه مثلا اذا صارت مباراه الجزائر والمغرب لا تستحق، ما تستحقش مدرب، ناكد لك اللاعبين يكونوا حاضرين، لانه سيتونا فيش في كاس العرب تكونوا ديربي وتنافس من المستحيل وغير مقبول انك تخمم في اللقاء هذا اش حبيت نقول. وانت ما زلت ربع نهائي، لا ما كانش في كره. خاطر انا نخاف على الجزائر من الجزائر، معناها نخاف على المنتخب الجزائري من الجزائر، ما نخافش من المنافس. انا واش نخاف اكثر كلاعب يعني انك تخمم انك تاهلت. هذا هو ربما فريد مازال راح يكمل كلامه باش نعرفوا يعني النتيجه تاع. شوف انا اتفاهم يعني رده فعل بديع يتحدث بالمنطق الكروي المطلق. انا اتحدث بهذا المنطق يا بديع، لماذا؟ لان هناك خصوصيات ربما يعني انا اعلم بها منك. لماذا؟ المنتخب الوطني الجزائري يا بديع عكس كل المنتخبات المشاركه في هذه الدوره لديه بعض الخصوصيات. اولا هناك عديد اللاعبين المصابين. مجيد بوقرة يعني سير مباريات الدور الأول بهذا المنطق، وليس لأنه دور بطولة وهذا كأس أبدا. حتى في هذه المباراة سوف يسير هذا الجانب لأن لديه لاعبين مصابين لا يستطيع الذهاب إلى 90 دقيقة. حسب الجاهزية. طيب بوقرة سوف يحاول يعني أن يسير المباراة مثل ما سير مباراة البحرين ومباراة العراق. لديه بعض اللاعبين لا يستطيع الذهاب بهم أكثر من ساعة للإصابة التي يعانون منها. لديه بعض اللاعبين الذين التحقوا بالتربص في آخر ساعة وفي آخر لحظة. لديه لاعب التحق أول أمس سويعات قبل اللقاء اللي هو ميريزيق. لذلك يعني ما يدور في ذهن بوقرة يختلف عن كل المنتخبات الأخرى والناخبين الآخرين. لذلك مجيد سوف يسير هذه المباراة أي نعم بهدف الفوز والذهاب إلى المربع، هذا أكيد، ولا يجب أن يفكر يعني في مباراة المغرب قبل الانقضاض على الإمارات. لكن بالمقابل هو أيضا مطالب بتسيير مجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين لا يستطيع أن يوظفهم طيلة اللقاء في شاكلة إبراهيمي، عطال، خاسف، بن دبكة، سعيود وما إلى ذلك. وهذه أسماء كي نكون نعيطوا زعما نكون جاي للدار قساما بالله يا خوتي كان ساكن معايا، كي نكون داخل للدار نعيط له نقول له صام واش نجيب لك، يقول لي سلامتك حبيبي، توما غير تاع شاورما، سلامتك حبيبي، ماكوش تاع بالون نورد افريكانو، عالسق بالسقله. المهم غدوه مغاربه، غدوه بقى لنا حنا نتزوجوا بالامارات في ملعب بالبيت،
راك عارف البيت واش يصرا فيه. غدوه كاردو فينال الجزائر مع الامارات في ملعب بالبيت، والبيت يصراو فيه صوالح بيزار. غدوه تشجعونا كيما شجعناكم اليوم، ومن بعد في الدبي فينال تعاود تولي عداوه. متفاهمين. سقلتوهم. وليد ازارو كان عندي التريكو تاعك ازارو، والله يا وليد ازارو غير كان عندي التريكو تاعك وسرقوهولي. بس معليش انني مسامحه اللي سرقهولي، خاطش راني عارف باللي راهي خالص عليه مال. المهم مبروك عليكم اسود الاطلس، انني معاكم قلب ورب. غدوه نتوما معنا قلب ورب في الدومي فينال. العداوه تعاود تولي باينه، ها تخاوينا بزاف وحنا خاوه نعاودو نولو ندابزو نكلاشيو بعضنا بعض شويه. حبيناكم بزاف وحبيتونا بزاف، حاشاكم. ايتو نعاودو نقلبوا هذه العداوه، هذه المحبه نقلبوها عداوه. موت عليكم، ابوني، جيب كومونتير وخلي لي دولي. مغرب واش شتو دوزاميطو كي دايره؟ شتو الريتم كي مختلف؟ شتو السبوعه؟ شتو المنتخب الوطني المغربي ديال بصح؟ شتو الكره؟ شتو الضغط؟ شتي فاش كتلعب الكره كيجي البيت بوحدو. دوزيام ميطو ما يمكنش، دوزيام ميطو خياليه، منتخب مختلف على برومي ميطو. لعبوا الكره ديال بصح، ضغطوا ديال بصح، والحمد لله ربي جاب الفرج. ترى ما يمكنش. مبروك علينا كاملين، مبروك على المغاربه كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مبروك علينا الوصول للدومي فينال، اول الواصلين للدومي فينال منتخب وطني المغربي. لا ما يمكنش، دوزامي طاح حمقاتني قسما بالله. ناري على جرينتا. ترى سوريا لعبوا ب 11 ديفونس، غارديان عندهم ما يمكنش. هارد لاك المنتخب السوري داروا ماتش كبير صراحه، داروا ماتش كبير. خطه باش لعبوه، بغاو يلعبوا بينالتيات اقسم بالله، ولكن ربي كبير وديما مغرب. اسود الاطلس صباح خير. عندكم ماتش اليوم على الشاورما، اقسم بالله غير عندي صوالح اليوم الخميس، والله غير عندي صوالح على 3 راح نانيليهم على جال الماتش. قلت مور الماتش ونقضي صوالحي، معليش خليني نشوف الاسبوع واش راح يديروا في الشاورما ومن بعد تبان. خد سوريا غير تاع الشاورما، الخريبين هذا خريبين نورمالمون اسمه اللي راهو ماركي مليح تاع سوريا هذاك مربوط اليوم، نحبه مربوط. وما تقولوا ليش من جاتك هذه المحبه، نقول لك المحبه هذه من جات بين المغاربه والجزائريين. انا حاب نتلاقى بكم في الديمي فينال، خاطش بلا بينا احنا ما تحلاش بطوله، معليش. ومن بعد كي نتلاقاو في الديمي فينال نعاودوا نولوا للعداوه. دوكا رانا خاوه في الديمي فينال. اليوم نتوما ربحوا وغدوه حنا الامارات رانا رابحين من ذوك. متبقاش تجي تقول لي مجنسين اللاعبين برازيليين ارجنتينيين، متبقاش تجي تغم فيا بالامارات تاعك هذه، انا نعرفهم الامارات مش تعرفهم. متبقاش تجي تقول لي مجنسين لاعبين اوروبيين ومجنسين لاعبين برازيليين. موش مجنس فينيسيوس جونيور لو كان جاي يلعب مليح بالون، لو كان موش في الامارات. البارح فيني فصفص راطي، انا تاع فيني اللي رطاها البارح انا بصباط كلاسيك نماركيها. ما تبقاش طيح عليا يا ودي. امارات حنا رانا رابحين منذك. المهم اسود الاطلس حنا رانا رابحين منذك الامارات. شوفوا اليوم واش ديروا مع الشاورما نتوما باش نتلاقاو في الديمي فينال، واللي يربح فينا حنا يدي البطوله. ديتوها نتوما ديناها حنا، تعاود تولي عداوه في الديمي فينال. خلي اليوم غدوه خاوه كي نكاليفيا وتعاود تولي عداوه مليحه هكا مليحه. تعاود تولي عداوه حتى كوب دافريك نعاودوا نشجعوا بعضنا بعض، غير نعاودوا نتلاقاو وتعاود تولي عداوه. ولي مالك كاس العالم انا برازيل دوريجين نكراهم، البرازيل نكراهم وزيدوا قابضهم اونشيلوتي. نورمالمون سيبورتيهم مع الجير اونشيلوتي، بصح حتى هما الجيران خير. سما نبداو من اليوم شاورما ريقلوهم، غدوه حنا العمامات والقناضر ريقلوهم. واش متقنين هذا منتخب رديء؟ واش متقنين هذا منتخب ثالث؟ يا مغاربه راكم ديروا الكولاسه والخولاسه، واش متقنين هذا منتخب ثالث؟ هذا راه البارسا، هذا راه الريال. مبروك للمنتخب المغربي، والله مباراه واعره، مباراه قويه، مباراه رائعه، متعتونا اقسم بالله العلي العظيم. ولو كان غيخرجوا اكثر من الهدف، ولكن على كل حال مبروك للمنتخب المغربي، قدم مباراه رائعه، ربما نعتبرها من افضل المباراه اللي مرات في هذا كاس العرب بكل صراحه. ما شاء الله الركراكي، احنا جايين لك
الركراكي جبنا خويا هذا المنتخب، هذا هو اللي يمتعنا، جبنا خويا هذا